أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله. أشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليًا ولي الله. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين عليًا حجة الله عليه وعلى أولاده صلوات الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا الله، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، تذل بها النفاق وأهله، تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، ترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. إلى شيعة أمير المؤمنين وإلى أموات أمتنا جميعا وأموات المؤسسين وإلى شهداء الإسلام نهدي ثواب سورة الفاتحة مشفوعة معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد. الله.
السلام عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله جل جلاله. ونحن نعيش الجمعة الأخيرة من شهر شعبان المعظم، واعتاد المسلمون كما عودهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما خطب تلك الخطبة المباركة في آخر جمعة من شهر شعبان، وهو يذكر ويحث المسلمين على التهيئة النفسية والروحية لاستقبال شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي ميزه الله تبارك وتعالى وجعله شهرا استثنائيا، لا من حيث ما يحتويه من عدد الأيام وما إلى ذلك، وإنما بأجره وثوابه وفيوضاته المكثفة والمضاعفة للمؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معرض حديثه وخطبته المباركة، يقول: وأبواب الجنان مفتحة فاسألوا ربكم ألا يغلقها عنكم، وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم. إذن هناك أرضية ملائمة وأرضية كبيرة وواسعة جدا، ومناخ طيب ومبارك هيأه الباري جل وعلا للمؤمن للصائم، وقال له: أيها الصائم اغترف من هذا العطاء، خذ ما تستطيع من هذه الفيوضات الربانية والرحمات الإلهية النازلة في هذا الشهر الكريم، بحيث أنت قد تعاني حتى تختم القرآن الكريم. يراد لك سحنا واحد من عندنا يقرأ له باليوم 50 آية، اللي الله موفق يقرأ نص جزء، اللي أكثر توفيق يقرأ له جزء، حسب فراغ الإنسان وحسب وضع الإنسان. لكنه في هذا الشهر المبارك، في شهر رمضان، تقرأ لك آية كأنك ختمت القرآن في غيره من الشهور. هذا عطاء رباني لو مو عطاء متميز لو مو عطاء متميز. زين، هاي الصدقة الإنسان اللي ينطيها، سيما ونحن في هذا المسجد المبارك اللي بالحقيقة كما تشاهدون هي بعد الإعمار والتعديل والبناء الجديد قائم. فبما أن الصدقة لها أجر مضاعف في شهر رمضان المبارك، بحيث رسول الله يقول للمسلمين إنه اتقوا النار ولو بشق تمرة. أنت إذا عندك همة تفطر لك إنسان صائم
ولو بشق تمرة. قالوا له ما نملك، قال حتى بشربة ماء. شربة ماء هم موجودة يعني، ما تحتاج إلى كثير من الإنفاق. فكيف إذا كان مثلا الإنفاق في سبيل إقامة أو إكمال بناء مسجد أو بيت من بيوت الله، فأكيد فيه الأجر يكون مضاعف أكثر فأكثر، والمال فيه معوض. يعني كل شيء ينفقه الإنسان في سبيل الله، حتى هذا الحقوق الشرعية اللي يقدمها الإنسان، ومو واجب عليه يقدم حقوق شرعية، لا مو واجب عليه، واجب عليه خمس ما يتعلق بأمواله لازم ينقيها يطهرها زين. حتى هذا المال اللي الإنسان يقدمه بعنوان فرض عليه، كما أن الصلاة فرض عليك، كذلك أيضا الحقوق الشرعية فرض. بعض الناس ما يحتنون بهذا الشيء براحتهم، بس هو كفرض واجب عليك. مع ذلك الله تبارك وتعالى يخلفه ويعوضك، حتى يخلي النفس دائما معطاءة، دائما تكون نفس كريمة في قبال الآخرين. طيب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تبارك وتعالى هيئ للصائمين هذه الأرضية الكبيرة الواسعة من الأجر والثواب، وفتح للصائمين أبواب الجنان، مفتح مشرع للصائم. وهذا ما نلحظه، يعني إنسان صحيح أحيانا يعني يرى الوضع قد يبدو طبيعيا بالنسبة إليه، لأنه بعض الناس مثلا أو كثير منا، ليش نقول بعض الناس، كثير من الناس لا يحسوا هناك فارق بين شهر رمضان المبارك وبين غيره من الشهور من ناحية الروحية والنفسية اللي يعيشها الإنسان. يقول أنا نفسي هي شهر شعبان، شهر رجب، بشهر صفر، بقية الأشهر، وفي شهر رمضان هي ماكو تغير. بس هذا بحث آخر، جانب آخر. السبب أو أسباب كثيرة بهذا الجانب، يعني لأنه النبي أيضا قال الشياطين مغلولة. طيب إذا الشياطين مغلولة ونفسي هي شنو المشكلة وين؟ ذا الشيطان مغلول، شهر رمضان غلت الشياطين. طيب أنا أشوف نفسي الخطايا اللي أوقع بها والذنوب والمعاصي بسبب الشيطان، مو صحيح؟ يعني كل ما أنا أوقع بشيء نقول اللهم لعن الشيطان، لعنة الله على الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب أنا في شهر رمضان نفس الشيء، ما متغير عندي شيء، أقرأ القرآن مثل ما أقرأ الجريدة غير شهر رمضان، أصلي صلاة طبيعية عادية، ما اختلف عندي شيء. وينها الشياطين مغلولة؟ وينها أبواب الجنان مفتحة؟ وين أبواب النيران مغلقة؟ هذا بعد أسئلة ترجع لنفس الإنسان. رسول الله خطب هذه الخطبة ونقلها الحمد لله المسلمون جميعا، وخطبة واقعية حقيقية لا شك ولا ريب في مصدرها وفي يعني سندها. لكن المشكلة في النفس الإنسانية. النفس الإنسانية إذا لم تتهيأ للدخول في هذا الشهر العظيم فتبقى هي المعادلة نفسها. النفس لا يطرأ عليها تغير كثير، قد صوم، عطش، جوع، مدري شنو. ولهذا الإنسان عندما يبدأ في شهر رمضان أو قبل أن يبدأ في شهر رمضان يسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل حظه من شهر رمضان فقط الجوع والعطش. المفروض هو يستفيد من هذه العطايا التي جعلها الله هدية للصائمين في شهر رمضان. إذن المشكلة وين؟ المشكلة في نفس الإنسان. هسه بعض العلماء لما نيجي إلى قضية الشياطين مغلولة يقول
مو كل الشياطين مغلولة في شهر رمضان. هذا رأي أحد أو بعض العلماء. يقول مردة الشياطين مغلولة. المردة هذول الكبار، هذول الشخصيات الكبيرة اللي ما تجي إلي وإلك، يعني إن شاء الله أنتم كلكم أولياء وأخيار، عن نفسي أنا وأمثالي، احنا ماكو على الإشارة، على اللمضة ماكو، هاي اللمضة روح نسرع على البريق، لا حبل ولا سلاسل ولا دعوات ولا يتعب نفسه الشيطان أصلا. على البريق هذا اللمضة ماكو، هاي اللمضة البعيدة اللي ما تنشاف كلش، بعيدة كلش، احنا نسرع لهتاف الشيطان، نسرع لدعوة الشيطان، ما عندنا مشكلة. إذن أنا بالنسبة لي لما أصوم شهر رمضان ما يختلف عندي الأمر. هذا اللي يسرع لبريق الشيطان، لا أحبال لا سلاسل لا قيود لا تعب من الشيطان، مجرد بريق ومن مسافة بعيدة أنا أروح أركض وراء ذلك البريق. هذا بالنسبة إلى شهر رمضان ما يختلف عنده، أكيد ما يختلف عنده، من الطبيعي ما يختلف عنده. لماذا؟ لأنه ما هيأ نفسه. ولهذا رسول الله قال في خطبته: فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة. اسألوا الله بهذه النية، نية صادقة، قلب طاهر، حتى الله يوفقكم لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه. قضية ليست هي قضية مثلا طبيعية، احنا إنسان خلصنا من هاي الأشهر المباركة ندخل في شهر رمضان، قضية طبيعية. حتى أنا أريد أن كل هذه الخيرات التي أعدها الله للصائمين أن أكون أحوزها وأكون أكون أنالها، لا، مو الشكل هذا. فيقول بعض العلماء مردة الشياطين، هاي المرد اللي الله وكل بهم في شهر رمضان، لكل من هؤلاء المردة 7 من الملائكة يكتفون إلى أن تجي ليلة العيد. هذول المردة لمن يجون؟ هذول يجون للناس العظام الكبار، هذول أهل الإيمان، هذول أهل التقوى، أهل الزهد، أهل المتعمقين في ذلك الإيمان هذول. ولهذا شوف، هذا الإنسان عنده فارق في شهر رمضان، هذا الإنسان الولي المؤمن الحقاني في إيمانه عنده فرق في شهر رمضان. ليش؟ لأنه المردة مغلولة. يعني مثل ما اليوم الآن في النظام العالمي لما الإنسان يسوي لفت قضية معينة بسيطة، فما يدزوا له قائد في مخابرات الدولة يجي يعتقله. من يعتقله؟ شرطي عادي، شرطي، هاي الشرطة العادية. أما إذا كانت شخصية كبيرة ما دوره يسوي له، هم تلقى لك حشدة ودنيا وقوات وغيره. لكن لو كان شخص عادي يسوون هذا الشيء هم بسرعة. هكذا بالنسبة إلى الشياطين. هذا رأي لبعض العلماء لعله آية الله تبريز رحمة الله تعالى على العموم. فإذا الجنان مفتحة والنيران مغلقة، ولهذا الإنسان دائما بالحقيقة يسأل الباري جل وعلا أن يوفقه لصيامه، لا فقط الجوع والعطش، وإنما لصيامه حتى يقدر يأكل من هذه السفرة التي فرشها الباري ودعا الصائمين لكي ينهلوا منها. سفرة بها جوع وبها عطش وبها تعب وبها معاناة، لكن بها رحمات وبركات وخيرات كثيرة. ولهذا أول دعاء يدعوه الإنسان عندما يرى شهر رمضان المبارك الهلال ماذا يقول؟ اللهم وفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه وسلمنا له وتسلمه منا وسلمنا فيه.
سلمه لنا يا رب، أطل في أعمارنا حتى نوفق لصيام شهر رمضان المبارك. واي من أخواننا أخواتنا ناس المؤمنين المسلمين كانوا يتمنون أن يأتي إليهم شهر رمضان أو يجددون العهد بصيام شهر رمضان، لكنهم غادروا من هذه الدنيا. فإذا أول سؤال يسأله الإنسان لما يرى هلال شهر رمضان أن يوفقه الله لكي يمد في عمره حتى يصوم هذا الشهر المبارك، وأن سلمنا إياه وتسلمه منا. خلي صيامنا يكون صيام لا فقط مجزئ مبرئ للذمة أو مسقط للتكليف أو الفرض الإلهي، لا، الصيام صيام مقبول، والعمل مرة يكون مجزئ. صلي أنا صلاتي، باتي رب العالمين يقول لي صليت، أقول له إلهي صليت، أنا صليت صلاة صحيحة شروطها أجزائها، ما يحاسبني عليها، ما يقول لي ليش ما صليت، أقول له صليت، هو يدري سبحانه وتعالى أنا مصلي. لكن أجي أطالب الله قل له اعطيني أجر صلاتي، يقول لك ما لك أجر بصلاتك. ليش؟ لأن صلاتك كيت وكيت 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 وكيت. فأكو شيء مبرئ للذمة يصير إن شاء الله، يصير صوم شهر رمضان، الله يمد بأعمارنا وأعماركم إن شاء الله، ونصوم شهر رمضان. بس ما نريده مبرئ للذمة، نريده يكون عمل مقبول، صيام مقبول. وكو فرق بين المبرئ للذمة والمجزي وبين القبول. القبول شيء وذاك شيء آخر. قد يكون عمل مبرئ لكنه لن يقبله الله، خصوصا هذا الإنسان العاقل والديه، هذا اللي يأكل ربا، هذا كثير من القضايا. ولهذا الإنسان يلتفت خلال هذه الأيام المقبلة إن شاء الله على أنه صائم. وما يطول عليكم إن شاء الله، بس أسأل الله لي ولكم إن شاء الله أن نوفق لصيام شهر رمضان وقيامه، وأن يكون عملنا أو أعمالنا أعمالا مقبولة عند حضرته، حتى لما نذهب إلى الباري جل وعلا ونرى تلك الأعمال في صحائف إن شاء الله أعمالنا وفي ذلك السجل والديوان. أسأل الله لي ولكم ذلك إن شاء الله. ولا تنسوا الصدقة والتبرعات لإكمال هذا المسجد المبارك إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم إن شاء الله أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطعه رجاء من رجاه. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل برية حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين، عبدك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. اللهم صل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي
وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة متنامية دائمة. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوا على محمد وآل محمد. وآل محمد.